تحلية الليمون على بسكوت القرفة تحلية سهلة قوي، مكوناتها مش كتير وبتتعمل في 10 دقايق. يلا نشوف الطريقة ازاي. اول حاجة هخلط البيض مع النشا مع السكر لوحده، اخلطهم كويس قوي علشان خاطر ما يبقاش فيه اي تكتلات. تمام كده. وبعدين اسخن الميه بتاعتي واحط عليها عصير الليمون. في الوقت ده برضو انا بحرك الخليط بتاعي اللي هو البيض والنشا والسكر. الميه بالليمون بتاعتي ابتدت تدفى. هاخد كالمعتاد واحط على خليط البيض بالنشا بالسكر عشان خاطر اعادل درجه الحراره، عشان البيض ما يتكتلش مني وانا بحطه تاني على خليط الليمون واقلب. وبعدين ارجع احطه الخليط على النار وابتدي اقلب، ما اوقفش تقليب خالص علشان ما يكلكعش. النار بتاعتي تبقى تحت المتوسطه، اقلب بحركه في اتجاه واحد واصبر عليه شويه. بعد حوالي 7 دقايق ابتدى يربط. هعمل الاختبار بتاعي. هوب كده تمام. ارفعه من على النار. كده اهو. انا كنت واخده شويه قشر ليمون عشان يديله زي حاجه زي قرقشه كده بسيطه. هقلبه فيه. قبل ما هصبه قطعه زبده دي هتديله لمعه، واقلبها. وبعدين ابتدي اصبه في الكاسات. هحط الاول بسكوت القرفه. وبعدين ابتدي احط كريم الليمون. بسم الله. كده اهو. هدخله في التلاجة يبرد.